اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده واحنا كويسين. الف عايشين. مبروك يا شباب على الخطوبه. حبيبي تسلم. تمام، حبيبي تسلم. وعقبال الذريه عقبال الصالحه. بكاري. بكاري وبمن- كسر. وبمناسبه ذريتك هنتكلم النهارده على الاشرار. يلا بينا. قول احضر كم واحد. كل واحد فينا هيقول 5 اشرار المفضلين ليه، يعني بعيدا بقى عن اجمد اشرار في الدنيا ومش عارف ايه الاشرار المفضلين ليه. وحاتم بيه والكلام ده. تمام. فكل واحد فينا هيقول 5، ولو في قائمه شرفيه ولا اي حاجه هنشوف يعني. جميل. والمره دي شباب محضر ودي حاجه تخوف. عداني العيب وازح. يلا عداني العيب وازح. ابدا انت عشان اختم. انا اول واحد معايا. ماشي. انت مرتبهم؟ اه انا مش مرتب. انا عشان هفاضل ما بينهم وانا بتكلم. يعني ليه ده الخامس ومش الرابع وهكذا. لا انا ما انت ما قلتيش رتبهم صح. انت ما حضرتش معايا حاجه. عندنا عندك دي. بولر هاد جاي. ده مين ده؟ الشرير بتاع فيلم ميت ذا روبنسونز. اه الشرير الاهبل ده الغريب الاطوار. يعني هو اصلا ماشي. الفكره قصته من كتر ما هي مأساوية مضحكه جدا. انت الراجل مش ده فاكر كان اسمه شكري ولا كان اسمه ايه؟ كان اسمه مايك في الاجنبي. شفت الاجنبي. الاجنبي يعني زي ده بالعربي. بقول لك ميت ذا روبنسونز. لا عائله روب سوتس معروفه من زمان. ياخدها الاستاذ ليميت. استاذ ليميت. لا مش عارف ده ليميت كان اسمه لويس. ما مالناش دعوه يا ابني. ما هو دي احسن ترجمه عملتها مصر في الحياه. دي الدوبلاج ده احسن دوبلاج اتعمل في الحياه. شكري ده كان هو قاعد معاه في نفس الاوضه اصلا في فتره من الفترات وما كانش بيخليه ينام. الراجل البلوت بتاعته ان هو ما كانش عارف ينام، ما كانش عارف يتعايش مع الحياه باي شكل من الاشكال، ففشل في ان هو يصد الكوره فبقى شرير. بقى شرير. وعايز ينتقم من الشخص اللي عمل. ومعاه كمان الهات العبيطه دي اللي هي الروبوتكس اللي برضو اللي عملها ليميد مستقبلا. يعني فيلم فيه طبقات، فيه لايرز كده من الحبكه والدراما، فاهم؟ عمل الروبوت ده اللي هو الهات، والروبوت ده قرر ان هو يستولي على الشرير، فخلاه بدل ما هو شرير عادي يبقى شرير عبيط برو ماكس. بس الفكره شكله اصلا مضحك اللي هو لابسه كده مضحك وكئيب. هو بص تحسه خارج من فيلم مريم ماكس اللي محمد طارق بيحبه. شاوت اوت لمحمد طارق. حط صورته هنا عشان مش شفت الحته بتاعت اسمه ايه جوفيشي لما طلع شت. Afterwards, Coach took me aside and told me to let it go. I don't know, he's probably right. No! Everyone will tell you to let it go and move on. الراجل ده كان في ميزه ان هو مزيج. تضحك على ايه؟ هو عشان شرير كوميدي خلاص يعني. لا هو في ميزه فعلا ان هو مزيج بين الكوميديا والحزن. هو برضه تحس ان انت من كتر ما تشوفه الراجل كئيب قوي، حاجه حزينه كده سوداويه، تحسه طالع فيلم ابيض واسود كئيب. هو شكله عبيط يعني. قول لي انت مين اول واحد عندك؟ انا رقم 5 عندي. رقم 5 جيم موريارتي فروم شيرلوك المسلسل. شفت الشيرلوك. جيم موريارتي بيتكلموا بسرعه هناك فعلا. البطل بيتكلم بسرعه. الترجمه ما بتلحقش. لا ولا دي اشاعات. المهم جيم موريارتي اصلا كفكره بعيدا المسلسل غير الروايه. يعني المسلسل محرف كتير عشان يعمل شخصيات جذابه بالعصر الحالي. حلو. يعني لان المسلسل بيدور في العصر الحالي عكس الافلام بتاعت روبرت داوني جونيور اللي مش احسن حاجه يعني وبتدور في نفس العصر. ده بيجيب لك نفس الشخصيات بس لو كانت في العصر بتاعنا بيستخدموا موبايلات وكل حاجه. فجيم موريارتي هو بيعمل ايه بقى؟ هو ليه شرير اصلا؟ هو استشاري جرائم. الناس بتلجأ له عشان زي شيرلوك بس الشرير بقى. يعني عايز جريمه اظبطها لك ومش عارف ايه، انا اساعدك والدنيا. يحضرني موقف افصلك فيه. افصلك فيه. نيلي وشيرين شفته؟ لما كانوا رايحين لحاره الحراميه. هي راحت قالت لهم اعملوا كذا. ما علينا. في ناس انت بتهد الكاريزما. كان في حاجه. المهم جيم موريارتي عنده ما يكفي من الفكر والسيكبه. تمام تكفينا كلنا. ليه الشخصيه دي يا اسطى هي مستعده تعمل اي حاجه عشان هدفها. حلو. تمام سايكو زي ما قال الكتاب. وفي نفس الفكره هو زي ما قال له انا ما بحبش اوسخ ايدي.
يعني المدرب ما بيلعبش. فاهم. فاللي هو ايه، هو شرير وكده، بس الناس اللي تعرفه اصلا قليله جدا. في مره كان خاطف واتسون اللي هو صاحب شيرلوك، تمام، عشان يخلي شيرلوك يجيب له فلاشه عليها حاجات، تمام، معلومات وبيانات ومش عارف، فهدده، فشيرلوك جابها له ومش عارف ايه، فاول ما خد منه الفلاشه قال له بورينج انا اعرف مفيش حاجه جديده، مفيش حاجه جديده. انا كنت عايز اجيبك هنا. Boring. I could have got them anywhere. يا اسطى، وقال له انا كده هقتلك، بس اللي هو ايه، مش دلوقتي، انا محوشك لحاجه. يا اسطى الراجل عنده كاريزما وما يكفي من العبث. الراجل ده كان بيغير في نبرات صوته عشان يلعب، فاهم يعني. في مشهد بيقول له ايه، I will burn you باوفر كده، تمام، بعد كده عمل له I will burn you. I'll burn you. I will burn the heart out of you. قشطة، انا بهزر. فكرني بحد كده مش بيغير نبراته يا اسطى، وفاهم هو جاي يلعب، وحرفيا هو مش فارقه معاه اي حاجه، هو مش فارقه معاه حياته. هو شخصيا فاهم اللي هو ايه، انا بس انفذ اللي انا عايزه. فهو شخصيه شيرلوك البرو ماكس بقى في الشر، فاهم اللي هو انا مش فارقه معايا اي حاجه، واهم حاجه اعملها احقق اهدافي، حتى لو اهدافي دي مش اهداف انا، اهداف هدف الجريمه. يا اسطى الراجل ده دخل متحف، تمام، واسمه من اكتر المتاحف بقى الايه المؤمنه ومش عارف ايه، وكتب على ازاز اسمه ايه ده، اللبس بتاع الملك كان محاط بازازه ومش عارف ايه، اللي هو دي اكتر حاجه بنحميها ومش اكتر حاجه متامنه. قام كتب على الازاز جيت مي شيرلوك، وقام كسر الازاز وما خسرش حاجه. لا، ولابس لبس الملك واستنى البوليس. والله العظيم. طب وجيت شيرلوك ازاي بقى؟ تمام، انا هقول لك. واتقبض عليه متلبس بتهمه كل الكلام ده، واسمه ايه ده، وهو في القانون بتاعهم ان هو ايه بيبقى فيه هيئه محلفين. حلو. فاسمه ايه ده، هو هدد ال 12 واحد وطلع براء وهو متلبس، وبعد كده راح ازاي؟ هيئه محلفين. حكم هيئه محلفين، وبعد كده قام راح لشيرلوك، فاهم، انت لسه مقتنع انك انت ممكن تكسب؟ انا سلمت لك نفسي، فاهم، وطلعت وراه. ايوه، بس باساليب غير ماليش دعوه، ما انت كده مش هتعرف تمسكني. انت حتى لو مسكتني، فاهم. بس هو شيرلوك اصلا ما كانش هيئه تنفيذ يعني، ما كانش نيابه يعني، في الاخر هو محقق. بس محقق عايز يمسك، عايز العداله. لا، واصلا ريالتي بالنسبه له، فاهم اللي هو ده الشرير بتاعي. يعني فاهم زي الجوكر وباتمان كده، اللي هو في بيف ما بيننا. فانت ما ينفعش في تربيت. فانت ما ينفعش تكسب. بس ده جيم موريارتي. نايس. خش على بعده. خش. انا حد انت عارفه، كازوتاكا هيودو. يا ابني بتاع كايجي. الراجل اللي في كايجي، مين عارف اسمه؟ مين حتى من الاشاف؟ يا عم انا هحط صورته دلوقتي على الراجل ده عليه ضحكه تاثرني يعني. الراجل ده مخيف الراجل ده مخيف جدا، من اكتر الشخصيات المخيفه. الراجل ده كان بينقع رجله في النبيذ ويخلي الناس تشربه. ما هو بقى كان اكتر يعني عاجبني في الشخصيه دي، شخصيه سايكو عبيطه، مش عبيطه يعني، بس الفكره بتاعته هو شرير بدون داعي، كرتونيك شويه وبدون داعي يعني. مثلا عايز فلوس، انت معاك فلوس كتير، عايز ناس وتجيب شويه عبيط تهدهم، لكن انت جايب البشر كلهم تلعب معاهم، بنلعب بيهم. بنلعب. هو اكتر يعني هو فلسفته في الحياه اصلا ان هو عايز الناس دي كلها هم اداه ان هو يتمتع بيهم. الحلقه بتاعت المنافسه المباشره ما بينه وما بين كايجي من احسن الحلقات، والضحكه بتاعته يا اسطى دي حاجه. انت بتتصور اخبارك المشهد بتاع الضحكه بتاعته يا اسطى، قاعد كده بتاع عمال راجل عجوز كده، تحس ان هو عامل مستضعف فيها. ما تخافش، هي خلاص انا خايف تنتحر عليا. لا يا عم خلاص. بس فكنا نقول ايه، في ميزه كمان عنده ان هو علاقته بكايجي كمان تحديدا مختلفه عن علاقته باي حد تاني. هو شايف كايجي هو الوحيد الضحيه الوحيده ايه
لا ما تعيتنيش كده انا هتعجبك عندي تمتعني في البيت. تقصد ايه بكده؟ لا ولعب تروح لعم احمد السوقي. انت ضحيت. بس فكان المشهد الاخير مثلا لما كانوا بيلعبوا الحته بتاعت العبد والفقير بينت لك كمان الحته ان هو شخص نوعا ما بيمثل رأسمالية الاوفر قوي، اللي هو الطبقيه الاوفر قوي، خلاص يعني احنا فوق والناس كلها ايه عبيد تحت رجلي وانا ادوس عليهم بالجزمه. فانا بشوف ان هو شخصيه عامه من اكتر شخصيات اللي فيها توكسيسيتي، وده مهم بالنسبه لي في الشرير. انا مش هقعد بقى اجيب شرير انا كاريزما انا جامد انا مش عارف انا راجل شكله عبيط اصلا، بس يوم ما بيتكلم بكلامه بالذهب يعني مش زي اصحابك يعني يتكلموا بس ما فيش حاجه. ده تلقيح اللي جاي، ده شرير، دول الاشرار بتوعنا. ده تلقيح اللي جاي. ولا واحد في اللي بقولهم دول بيتكلم. يا ابني نيجان بيتكلم بس انت هتقول نيجان انا عارف. صباح الفل. نيجان بيتكلم. الناس اللي شافت ديد بوي سوسايتي مش انا منسحب. ريد ديد ريديمشن مش المهم ووكينج ديد انا عارف خلاص. بس الناس في الكومنتات تقعد يا عم تقول انت مش عارف حاجه وبتاع. الناس الكتير ما اللي في بيقولوش الكومنتات الناس كتير في الكومنتات ده اللي بيبقى جواهم. الرابع عندي هو لوكي. وليه مش الخامس؟ اودين صن. او لوفي صن. ليه مش الخامس؟ اللي بيفرق بالنسبه لي لوكي يخليه احسن من جيم موريارتي الخلفيه. لوكي انا بحب الشرير بتاعت الشرير، انا بحب الشرير نبقى عارفين عنه هو ليه بقى كده. دي فلسفتي في الشر. انا لازم اعرف اللي هو ايه انت ليه بقيت كده. لوكي اما كان اغلب الاشرار اللي انا بتكلم عليهم دول بقوا طيبين او في وقت ما كانوا طيبين، بس احنا لينا دعوه بالحقبه اللي كانوا فيها اشرار. لوكي انت عارف القصه بتاعته؟ طيب لوكي هو انت عارف القصه يعني مثلا الحلقه دي كلها انت هتقعد تحكي لي انا اودين صن. ابن اودين تمام، الغير مفضل اللي هو ايه، هو دايما كان ورزي اكتر من اخوه من اخوه، ولكن اخوه كان اقوى وابوه كان بيحب اخوه اكتر. ورغم ان اخوه كان مستهتر رغم ان ثور كان مستهتر الا كان هو اللي هيديله العرش وهو اللي هيديله كل حاجه. تمام. فاودين كان شخصيه توكسيك. كان بيأبيز ابنه. بعد كده إذ فجأة يكتشف لوكي ان هو مش ابن اودين، وان هو ابن مين؟ ابن عدو اودين. يا ابني انا بتكلم جد بقى. ابن عدو اودين. وهو كان في غلطه جينيه فعدو اودين ده رماه فهو خد. تمام. ايه الغلطه الجينيه؟ طيب ما تعرف الناس ايه الغلطه الجينيه؟ ما علينا مش حاجه مهمه. المهم مهمه انت فاهم اسمه ايه ده فاسمه ايه ده في مشهد اللي هو ايه بيعرف فيه ان هو مش ابن اودين وان هو ابن لوفي. فهو بيقول له انت خدتني ليه؟ فبيقول له شفتك اسمه ايه ده شفتك ولد بريء ومش عارف ايه. فلوكي بيبص له كده نو انا عارفك انا صح. You took me for purpose. What was it? You took me for a purpose. What was it? Tell me! اللي بيقول له انا كنت عامل حسابي انك انت ايه هنعمل سلام من خلالك. تشد عودك بقى وبتاع. هنعمل سلام من خلالك. قصير يعني. اسمه ايه كده فاهم اللي هو يعني انا سلاح انت سرقته. هو مستني تستخدمه. بس هو برضه خلي بالك هو مش شبه ثور فهو باين ان هو مش اخوه. فبيقول له يا عمي ما ملهاش علاقه. فالمهم اسمه ايه ده بيقول له طب انت ما قلتليش ليه؟ بيقول له انا عاوز احميك من الحقيقه. You're my son. I wanted only to protect you from the truth. What? Because I am the monster parents tell their children about at night. تمام. فقال له ليه؟ عشان العفريت اللي الامهات بيحكوا لاولادهم عنه قبل ما يناموا. المشهد ده يا اسطى كاداء اصلا اللي هو توم هيدلسون ده يا اسطى عمال يتهته وفاهم وبيعيط وانت مش عارف ده عن لوكي. فالخلفيه بتاعت لوكي عبقريه. انت واحد طول عمرك بتسال هو ليه بيعاملني كده، وإذ فجاه هو بيعاملك كده عشان في سبب. غير كده كمان الحاجه الاحلى في لوكي انك انت بعد فتره الاحلى في لوكي
انك انت بعد فتره بتشوف ان هو لسه عايز يخلي اودن يحبه. طب ليه عايز يخلي اودن يحبه اصلا؟ لان هو اللي رباه، وهو دايما حاسس ان هو نوت وورثي. الاب اللي خلف مش الاب اللي رب. ان هو حاسس ان هو نوت وورثي لدرجه ان هو انا مش عاجبك، فانا ليه مش عاجبك؟ انا لازم بقى احسن من نفسي. تمام. فاسمه ده في مشهد في اخر فيلم ثور، وفي اخر حاجه تانية بعد ما بقى طيب بيقول له I could have done it father for you for all of us، اللي هو انا كنت هوصل. تمام. I could have done it, father. I could have done it for you for all of us. خلفيه لوكي بالنسبه لي عبقريه، وكمان الجزء الشرير فيه لوكي في الشر شرير. في مشهد كان بيقول لسكارلت جوهانسون اللي هي بلاك ويدو، بيقول لها هو كان مسيطر على عقل اسمه ده اللي هو الهوكاي بتاع سام، وهوكاي صاحب بلاك ويدو. تمام. فبيقول لها بصي انا لما اخرج من هنا لما اخرج من هنا تمام هخليه يقتلك بافظع الطرق اللي هو عارف انك انت ايه بتخافي منه. حلو. وبعدين هرجع له وعيه عشان يكتشف اللي هو عمله، وبعدين هقتله. جامد قوي. احلى حاجه نحب التوكسيستي قد عنينا. يس. وبعدين في خلفيه بتخليه كده. تمام. يعني هو كده عشان فاهم اللي هو ايه، هو عايز القوه، وعايز فاهم ان هو ايه، يبقى حاسس ان الناس معجبه بيه او الناس قابلاه. لان هو دايما كان مرفوض، فبحب ده في الشخصيه قوي. بس انا هو ليه مسلسل حلو ولا اي كلام؟ شفتوش؟ حلو جدا. بس هي الفكره لازم تكون شفت كل ايوه انا فاهم، بس هو بيتكلم على الشخصيه دي نديب بقى ولا تكمله الحياه لقصتها؟ عشان قصتها ما كانتش قصتها وقفت في الافلام. سبويلر اليرت. بس هو كان طيب في المسلسل ما هنعتبرناهوش شرير. ماشي خش على اللي بعده. خش. انا اللي بعده انت عارفه هيسوكا. وهيسوكا مش قادر اعتبره شرير قد ما انا عايز هو يجي. هو يعني ممكن في فتره من فترات الانمي كان هو الشرير الاول، يعني مثلا فتره الاختبار الصيادين كان هو الشرير الاول. مين كان الشرير الاول في اختبار الصيادين؟ تومبا. بعيد عن تومبا ده فصل، ده مش دعوه. إلومي في الاخر، بس إلومي ما ظهرش كتير. انما هيسوكا هو اللي كان قدامك الخطر. هو انت بشكل ما وباخر انت هتلاقي هيسوكا كده واقف. تعالى نقعد في جنب، تعالى نلعب بقى. مش كده برضه هيسوكا عنده مميزات وعنده مفيهوش عيوب بالجزء. لا عنده شويه مميزات برضه ايه كده تخطفك. يعني النين بتاعه شكله مختلف مميز، الستايل بتاعه ايوه اللي بيلعب حوار لاين. النين بتاعك حوار البانجي جام ده يعني هي اصلا كفكره نين فيها لعبه، فيها تويستايه. هو عامه كل حياته عباره عن لعب وتويستات وبتاع. غير كده عنده الاكس فاكتور بتاع انا مش فارق معايا، انا جاي العبك عشان عايز اكسبك، وعشان انت بالنسبه لي ايه ممكن تبقى منافس لذيذ وفي تحدي، بس انا مش فارق معايا النتيجه، انا جاي ادوس للاخر. مش فاهم يعني. حتى لما لعبوا في برج السماء برضه كانت من اجمد المشاهد اللي موجوده في هو بيخلي كل شخص يجيب اخره. خد في بالك هيسوكا كمان بالنسبه لي، هيسوكا هو خطيئه الغرور. في ماتش هو ما بدأش يلعب غير اما اتقطع له دراعين. عشان نخلي الموضوع متساوي. يعني عشان نخلي في عدل ما بيننا. الماتش ده كان حلو جدا. انا بحب دراعين وبعدين ابتدي العب. بحب الارك بتاع دايما بيخلي اللي جنبه يبتدي، عشان ايه فاهم اللي هو ما خليش في نفسك في حاجه. اعمل اللي انت قادر عليه. لما اليوري برضه دخله بعصايه. تعمل ايه؟ مش هبل بقى. لا برضه كان يعجبني هيسوكا في الجزء بتاع الدوج بول. بس ده ما كانش شرير بقى. ما كانش شرير، كان معانا، بس هو برضه معانا بقى عمل لقطه برضه حركه غدر برضه، فاهم؟ مش فاهم. عمل حركه غدر في الاخر لما خبط نفسه وبتاع. ماشي. بس هيسوكا مين ستريم شويه. بس هو يستحق التكريم في حلقه زي دي بصراحه، ولانه هو من الشخصيات المحترمه. وبعد كده جاي بقى نخش في حاجات عربي وواحد اجنبي. حلو. ده كله اجنبي انا عارف صح؟ لا واغلبهم هو كلهم مسلسلات ما عدا لوكي.
لوكي مسلسل. اللي بعده لا حول ولا قوه الا بالله. المهم رقم 3 عندي مين؟ ألا وهو الأستاذ العبقري دكتور هانيبال ليكتر. ده فين؟ في مادز ميكلسون المسلسل. مش في سايلنس اوف سلام. مش في أنتوني هوبكنز. اوكي. ال3 أجزاء بتوع أنتوني هوبكنز أصلا شفتهم؟ شفتها. وما عجبكش؟ مش الفكرة تصريح ما مثير أنا للجدل. الفرق بالنسبة لي ما بين مادز ميكلسون كهانيبال وأنتونيو هوبكنز إن مادز ميكلسون واخد الجزء بتاع إن ده فاهم كائن أعلى من البشر. تمام. اسمه ايه؟ سايلنس اوف ذا لامبس. والجزء بتاع انتوني هوبكنز واخد ان ده فاهم اللي هو ايه ده الشخص المخيف. تمام. هانيبال بتاع مادز ميكلسون واخد كذا لير منهم ان هو مخيف. حلو. بس واخد كذا لير تاني. وده بالنسبه لي عبقري اكتر. تمام. غير كده كمان الفيزيكال ابيلتيز اللي عند هانيبال ليكتر مقنعه اكتر في مادز ميكلسون. حتى وهو انتونيو هوبكنز صغير ما كانتش مقنعه بالنسبه لي ان انا اشوف انتونيو هوبكنز بيضرب حد او بيتشقلب او بيقتل ناس. كان صغير بس هو كان شكله مدملك كده برضه. كان في حته تملاكه كده غريبه فاهم. فاللي هو مش مقنع عندي ان هو ايه يبقى بيعمل كل ده. فدي الفكره. فانا افضل عنه هانيبال مادز ميكلسون بالذات. كمان انا بحب الاستعراض والشخصيات الكاريزما وكده. وده عند هانيبال بقى ايه؟ قول. مبدئيا كده هانيبال ليكتر كمان في المسلسل واحد حاجه زي فاهم اللي هو ايه كل المرضى النفسيين اللي عنده بيخليهم بشكل او باخر قتله متسلسلين. فهو عامل جيش. تمام. ووقت اما اسمه ده اما حد فيهم بيجي يتقرب يتقبض عليه ومش عارف ايه هانيبال ليكتر بيسلمه. خد ماليش دعوه. انا ما كدهتش كفايه. والبوليس عرف عنه. انت مادز ميكلسون بالنسبه لك برضه من الناس اللي انت دايما بتتكلم عن قدراته التمثيليه ومش عارف ايه. الراجل. فهل ده يدي الافضليه لهانيبال ليكتر ولا يدي الافضليه لمادز ميكلسون بما انه شخصيه اتعملت في جزئين؟ يعني اتعملت في انا شفت هانيبال ليكتر كانتونيو هوبكنز وشفت هانيبال ليكتر كمادز ميكلسون نفس الشخصيه. انا في رايك مختلفه سيكا بس انا بالنسبه لي الشخصيه في الكتابه حاجه وفي الاداء حاجه. حلو. لان انت بتشوف الشخصيه من عينين الممثل ده اللي هو قراها ازاي هو حساس. طيب اختيار الممثل بالنسبه لك عبقري. اختياراته التمثيليه اختياراته في تجسيد الشخصيه اللي انت بتتكلم عنها فرق في ثراء الشخصيه بالنسبه لك جدا. هقول لك ليه. اللي كمان الفكره هو حرفيا من اول المسلسل لاخره انت حاسس ان هو مش مؤمن. ده هو متاكد 100% ان هو اعلى من البشر. تمام. هو ما عندوش شك 1% ان هو مش اعلى من البشر. ودي مادز ميكلسون عاملها فاهم. قول بقى قول اي حاجه انت عايزها. تمام. عاملها ماسكها من اي تو زي. ماسكها من جدور فاهم اللي هو ايه. هو مش سايب دي لحظه. تمام. الحلو بالنسبه لي في هانيبال كمان عشان يبقى رقم 3 عن لوكي الفلسفه. هانيبال عنده فلسفه عبقريه كبني ادم. تمام. واسمه ايه ده بصوا اغلب الشخصيات اللي هنتكلم عنها هي شخصيات بنت 60 كلب. تمام. ملاحده احيانا شذوذ مش عارف ايه فايه هم اشرار. فاحنا بنوصف شرهم فاهم. لا بنتعاطف ولا اي حاجه. تمام. يعني فاهم عشان نوضح هانيبال بيقول لك كنتوا بتاكلوا الحيوانات ومش عارف ايه عشان هي اقل منكم. ما انا باكلكم عشان انتوا اقل مني. It's only cannibalism if we are كانيباليزم if we are equals. لو احنا متساويين تبقى ايه كانيباليزم. احنا مش متساويين. دي حاجه بتنسى. اوكي. عنده فلسفه فاهم اللي هو ايه على طول الخط. وبقى كميه كلام وكميه فاهم الحاد وكميه حاجات. الراجل من اول لاخر المسلسل هو ماسك شخصيه واسمه ده وما بيسيبهاش للحظه. رغم ان هو انت بتشوف واحد تمام بعد ما بيخلص مش بس بياكل الناس اللي قتلهم وضحاياه. لا ده هو كمان ساعات بيتفنن في ان هو ازاي يسيبك من الجثه.
اتعلموا. قبل كده كان في جثه اسمه ايه ده القاضي، هو عمل حاجه غبيه يعني. فعمل ايه بقى؟ اما علقه تمام بعد ما قتل، وقام مغمي عينيه، وقام اسمه ايه ده مسكه في ايده ميزان، وحط في كفه ميزان قلبه، وحط في كفه ميزان عقله. شوف مين بقى لا مش دي الفكره. الفكره ان هو بيقول لك مش بس العداله عمياء عشان هو غمله عينيه، لا دي مايندلس اند هارتلس. حلو الفلسفه. عنده قدره على قدره على اسقاط اي حاجه على وجهه نظره المريض. وده مش صح، بس هو اقنعك. مش صح بس فاهم، ده شخصيه انت لوهله صدقت. هو انت لوهله صدقت. هو فوق البشر شويه. جامد جدا ان شاء الله. غير كده كمان في شخصيات يعني في ضابطين وواحده ما قتلهمش عشان هو شايف ان هم ايه اعلى من البشر سيكا. واسمه ايه يعني فاهم، دول ما يموتوش عشان ايه دول اعلى من البشر سيكا. ومع ذلك في كل الفايتات انت بتلاقي بقى القدره الجسديه بتاعت مادز ميكلسون عبقريه، بس عشان هو برضه رفيع اكتر تمام. بيحدف سكاكين في اسمه ده، في فايت ما بينه وما بين الراجل الاسمراني اللي هو الضخم الجثه ده. تمام، فايت سين عبقري. كانت البت اللي في واحده ما بينه وما بينها علاقه اسمه ايه ده، فدخلت شافته وهو بيحاول يقتل الراجل التاني، فقالت له انا كنت عاميه، فقال لها ادفعي عنك، انا اجتهدت جامد عشان اخليكي عاميه، هديكي فرصه انك انت تمشي، بس لو فضلتي مش هتخرجي. بحب جرأته وبحب فاهم اللي هو ايه الستايل بتاعه، اللي هو شخص ما بيسيبش اي حاجه للظروف ومش عارف ايه وفاهم، وبيغامر للناس اللي هو ايه شايف ان هم فيهم بوتنشال ان هم يبقوا ايه في حاجه في المستقبل. ده غير يا جماعه وهو بيطبخ البني ادمين بقى. How does it make you feel? I've always found the idea of death comforting. The thought that my life could end at any moment. بوينو. عبقري. تاكل من ايديه وانت تقول بيطبخ البني ادمين كده حاجه. الحاجات دي تنزل عادي ولا ايه؟ احنا بنتكلم عن واحد اكل واحد وشه خلاه يقطع وشه وياكله، وبنتكلم عن واحد طب ازاي قطع وشه اكله؟ معلش منطقيا يعني قطع وشه بقه فين راح فين ياكله ازاي؟ ايه هو اللي اكله؟ لا اكلهوله ازاي وهو مقطع وشه؟ نص يعني ده له قطمه يعني. تمام. وبنتكلم عن واحد قطع رجل واحد واكلها له شخصيا، اكلها له وطبخها حلو يعني. عبقري. انت سايكو يا صاحبي. خلي بالك الحلقه دي بتثبت حاجات. بتتكلم عن واحد بيطبخ البني ادمين بس كده التست حلو. انت عرفت منين؟ ولو مش مصدق دوق السجق. مش بس كده، احنا كنا عملنا شفت اشغال شقه السنه اللي فاتت لما اكلوا الكبده دي وحشه. فكل حاجه يا اسطى خاصه بالشخصيه دي انا بحبها. نايس، حلو جدا. انت عندك كلام عليه. خش على بعده. خش على بعده. انا اللي بعده مصري ولا خليني في الاجنبي؟ يا عم قول اي حاجه. لا قول مصري ولا اجنبي؟ قول مصري. ماشي مصري ولا اجنبي؟ قول مصري ولا اجنبي؟ يا عم اخلص تعرفناش. هانز لاندا من انجلوزي. قلت له قول مصري قال هانز لاندا. هانز لاندا بالنسبه لي من اكتر الشخصيات الملهمه، المكتوبه حلو قوي ومتجسده من غير ولا غلطه. يعني بالنسبه لي هانز لاندا في انجلوزي باسترز اكتر شخصيه لايقه على الفيلم، لايقه على الشخصيه، لايقه على الجو بتاع اليهود والمش عارف ايه، احنا نصايد اليهود. حتى الانترودكشن بتاعت الشخصيه في الفيلم من اكتر الحاجات اللي معموله بصياعه تكنيكال على مستوى الصوره. شفت الحته بتاعت الهانجر اللي تحت وهم تحت وهو فوق ويبصوا له، النقاش عمال يتصاعد وهم تحت فاهم، وطق ضرب المسدس. انترودكشن عبقري في رايي. وغير كده هانز لاندا حتى اكسبريشن ما هوش اكسبريشن قوي، ما هوش شخص تعبيري قوي،
بيطلع تعابير وشه بشكل مش عارف ايه، عكس كله على الهادي خالص، بيلعب الشخصيه من تون واحد تقريبا، بس هو في خلال التون واحد ده قادر يوصل لك انفعالاته، قادر يوصل لك افكاره، وقادر يوصل لك كمان حته مهمه قوي، ان هو مش بس شايف اليهود دول كده، هو اصلا بيحتقرهم، هو مش بس بيصطادهم كده عشان الشغل ومش عارف، هو بيحتقرهم من جواه. You're sheltering them underneath your floorboards, aren't you? Yes. هانز لاندا بالنسبه لي كصائد اليهود الالماني، صائد اليهود المخيف لكل الناس اللي مش عارف ايه، الجزء ده بالنسبه لي عبقري بالتمثيل بتاع. انت اصلا بتحب هانز لاندا جدا؟ كريستوف والتز. بالتمثيل بتاعه بكل حاجه كان عبقري، بس انا عندي مشكله في كتابه الشخصيه في اخر ربع ساعه، رغم ان الناس بتقول لك ان ده عشان يخلوا لك شخصيه واقعيه ومش عارف ايه بس انا بحب الجوست ريم، فاهم اللي هو انت بتحب طلعت شخصيه زي كده للاخر بقى. انت تحب انت تقطع وياكل. ما ينفعش تسيبه. ما ينفعش تخليه في الاخر شخصيه بتدور على المال ومش عارف ايه بالظبط، فاهم؟ فاللي هو ايه، انا حسيت انه فاهم اللي في الاخر ده اهانه ليه. انا كنت عايزه يكسب. انتوا اللي عملتوه ده يهودي وبتاع، خلوه هو اللي يكسب. هو اصلا تاريخيا ايه اللي حصل؟ انا ما اعتقدش ان دي قصه تاريخيه. لا طبعا يا عمي، ده حرقوهم كلهم. ده مش تاريخيا خالص. اوكي بس هو عبث مثير للاهتمام، بس هي الشخصيه نفسها تمثيل. عشان كده بقول لك يعني الشرير مش بس كتابه شخصيه، هو اختيار الممثل في ازاي يستخدم الادوات بتاعه التمثيل ان هو يطلع الشخصيه بهذا القدر من الحقيقه. انت بتشوف الشخصيه من عين الممثل. انت دلوقتي ما بتشوفش الكاتب، هو الكاتب اللي بيشوفه الممثل، وانت دلوقتي بتشوف اللي شافه الممثل. نايس، كلام محترم. اللي بعده انت فاضل لك كام واحد؟ انا فاضل لي 2 وواحد honorable mentions. احنا هنقول honorable mentions قبل رقم 1 للاثنين. انا يا بحر نحن ذا من الامانه اخبارنا يا بحر. خلصت فقره الغنى بتاعنا يا باشا، ده حبيبك، ده الاسمراني اللون زيك، رقم اجمل ما فيك كون انت. رقم 2 عندي الا وهو نيجن. اختيار غير متوقع خالص. ده اختيار، ده ايه ده مين نيجن ده؟ عرفنا كده. نيجن هو اكتر شرير برجماتي شفته في حياتي. شرير مسلسل ذا ووكينج ديد. تمام. هو قائد جماعه السيفيرز المحنكين. الشرير بيعمل ايه؟ هو بعد ذا ووكينج ديد بيتكلم على ابوكاليبتيك الزومبي وكده، تمام. هو بعد نهايه العالم شويه زومبي طلعوا على الناس كده، ايه، جمع اشرار، تمام، وعمل جماعه اسمها السيفيرز دول بيعملوا ايه؟ السيفيرز دول بعد الزومبي ونهايه العالم الناس اتقسمت جماعات، كل جماعه عايشه في مكان. بقت رجعنا زي الاول، قبائل زي زمان. السيفيرز دول بيروحوا عند كل جماعه يقتلوا واحد منهم ويقول لهم اسمه، ونيجان يقول لهم انا من اول دلوقتي هاخد نص اللي انتوا بتنتجوه. نايس، تمام، ايا كان النص ده هاخد نص اللي انتوا بتنتجوه. اسالني ليه بيقتل واحد؟ عشان تعرف ان انا بتكلم بجد. انت لازم يموت من عندك واحد عشان ما تحاولش تعمل حاجه بعد كده. فكره. بطل المسلسل اول ما سمع عن في نيجان ومش عارف ايه قبل ما يشوفه هجم على مجموعه من جماعته وقتلهم. حلو. فالمهم نيجان عمل ايه بقى؟ يا اسطى خلاهم يجروا ورا بعض، تمام. اللي هو ايه، كل ما يجوا ماشيين في هم كانوا مسافرين عشان ايه، في حد فيهم تعبان رايحين للدكتور، كل ما يجوا الطريق يلاقوه مقفول. يجوا الطريق يلاقوه مقفول لحد ما زنقهم في حته اللي هو كان عايزهم يوصلوا لها، وبقى محوطهم بالعربيات بتاعت الجماعه بتاعته كلها. وهو يسطا ليه صفاره كده اللي هو فاهم الصفاره دي، والدنيا كانت ضلمه. كل ما يمشوا في حته عمالين يسمعوا الصفاره بتتكرر. خرب بيت الرعب بجد، حلقه مرعبه. وبعد كده انبسس بعد ما جمعهم في مكان ونزل، كانت اول زور ليه فين القائد.
باصص له كده، انت بعد لحظات هتندم انك انت وقفت في طريق. ساعتها قال لهم انا مضطر اقتل منكم واحد فاهم. اسمه ايه ده، فباصص لواد صغير كده وقال له ابنك. فالتاني قام زعق ومش عارف ايه، فقال له لا ما تخلينيش اقتله. يس الشخصيه دي بجد قول اللي انت عايزه بقى برضه. الشخصيه دي كوميديا افكارك هتحط نيجان رقم 1 شر ما شر في المطلق. ده يفرق ايه بقى عن رقم 3؟ ان ده واقعي. يعني انا مدرك ان ممكن يبقى في حد لا، ان صناعه الشرير ان ممكن يبقى في حد زي نيجان، صعب ان يبقى في حد زي هاني. ماشي تمام. نيجان واقعي شويه. غير كده تمام، نيجان انت لما بتفهم الشخصيه دي اكتر بتكتشف ان نيجان مسيطر على كميه ناس بشعه. لو واحد من دول انطلق من غير سيطره نيجان الدنيا باظت. فنيجان جمع الاشرار في مكان واحد بس تحت سيطرته. حلو جدا. كل واحد منهم اسمه كان بيقول مره اللي هو للبطل تمام، اسمه ده انت ما تقدرش تقتلني. قام سال الناس من اللي وراه who are you تمام، فالراجل قال I am نيجان. قال له you who are you I am نيجان. سال 5 كلهم بيقولوا I am نيجان. فقام قال بصوت عالي who are you. فالناس كلها قالت I am نيجان. اسمه ايه ده، فالناس كلها قالت I am نيجان. قاعدين في سنترال بارك. هو شخصيه عبقريه. فكرة كمان ان نيجان ما بيسمحش بالتساهل. كان واخد واحدة اسيرة عنده، اسمه ايه ده، كان واخد واحدة اسيرة عنده، ففي واحد من رجالته حاول يتحرش بيها. تمام. نيجان قام قال له انت هنا بتعمل ايه ومش عارف ايه، فالواد اتوتر ومش عارف ايه، انت فاكرني عايزك ترد؟ انا عارف انت هنا بتعمل ايه. قام مطلع السكينة وقام غارزها في رقبته على طول. والله العظيم. والله مفيش تفاهم. شرير بس عنده مانرز، عنده مبادئ. يعني سلام. وبعدين لما بيتعصب يا اسطى، عارف الجمله اللي بتقول لك العشوائيه عادله. مره اتعصب ومش عارف ايه، قال لواحده من الناس بتوعه اقتلي اي حد. والله العظيم دي كده قتلت حد. قال لا هو انا ما كنتش هختار ليه بس ماشي. اقتلي اي حد. في مره اسمه ده كان في واحد تمام، اسمه ده كان هو من الناس اللي هو بيحبهم شويه، من اللي هم من الناس بتوع الجماعه الطيبين، فهم اعداء بس هو بيحبه. فاسمه ده فهو كان قبض عليهم مش عارف، فبيقول له انت شايف ايه اقتلك؟ تمام. فالتاني قام قال له اسمه ده انا شايف انك انت تنط من الشباك عشان اسمه ده ما تكلفنيش عن قتلك. فقام قال له بص دايما بتبهرني. قصه الشخصيه دي جامده قوي. تمام. الحلقه بتاعت الفلاش باك بتاعت نيجان تمام من غير حرق، كان اول شخص، لا ما انا هقول لك، اول شخص، لا ما فيش اي حاجه من بتاع. اول شخص كان اسمه ايه ده نيجان هيقتله، قال له انا عمري ما قتلت حد قبل كده، مره بس كنت قتلت شخص. تمام. اسمه ايه ده كان ايه اللي حصل، كان هو اسمه ايه ده اتخانق في بار معاه ومش عارف ايه عشان مراته. تمام. مراته كان اسمها ايه بقى؟ لوسيل. ومسمي السلاح بتاعه على اسم مراته. حاجه جامده. حاجه سايكو جدا. المهم اسمه ايه ده قال له الفكره بعد ما انا ضربته وهو كاد يموت انا اتفصلت من شغلي. تمام. ومراتي دفعت ثمن علاجه عشان ما بقاش معايا فلوس. فالفكره اللي انا عايز اقولها لك، قال للراجل كده تمام، اسمه ايه ده الفكره اللي انا عايز اقولها لك، وهو في نص الكلام كده قال له انت دايما كنت بتقول عليا ان انا رغاي، بس انت من مصلحتك ان انا ما اوقفش كلام، عشان وقت ما انا اوقف كلام انت You can breathe, you can blink, you can cry. Hell, you're all gonna be doing that. هيحصل لك حاجه وحشه قوي. انت هتموت يا صاحبي. اسمه ايه ده فقام قال له اللي انا عايز اوصله لك ان زمان كان لكل فعل عواقب، اما انا اغضب تمام في عواقب لفعلي، دلوقتي الناس بطلت تاخد سكور. تمام. الامر متوقف دلوقتي، اما انا اغضب اقدر اعمل ايه. انا عاجبني ان انت بتقرا الترجمه بتاعت الساعه بتقولها لي بالتمصير. لا ما انا بقول لك احساسي بالجمل. تقولها لي متمسطره. بيقول له دلوقتي الموضوع متوقف، اما انا اغضب انا اقدر اعمل ايه.
ده حرفيا فاهم الكينونه بتاعت نيجي. وبعدين ليه كلام جامد قوي يا اسطى، ليه كان ودايما بيخش باستعراض. يعني مره كان داخل كده بيخبط بالعصايه الوسيل بتاعته، قال لهم little big let me in. انا جاي العب. Little pig let me. انا جاي العب. وبعدين ايه دي حركه كده بيبقى فارد ظهره قوي لدرجه ان هو فاهم تحس ان هو هيتقلب. خش في الكادر بس انت ما تندمجش قوي كده. فالشخصيه دي جامده. وبعدين مره اسمه ده كان بيلوي الدراع اللي هو البطل. بيلويه حرفيا ولا بيلويه؟ لا عمل ايه؟ معنويا. قال له ايه؟ قال له دلوقتي انا خدت نص حاجتك زي ما انت اديتها لي ومش عارف، بس انا حاسس ان انا مش مرضي. انت المفروض تشكرني برضو ان انا ما قتلتلكش حد المره دي ومش عارف. فاسمه ايه ده فقعد يبتزه لحد ما التاني شكره وقال له انت هتشكرني انا هضطر اقتل حد. فبعد كده بصيت له وقال له خسارتك بعد ما خدت منك نص حاجتك. هو قال له جمله سافله فاهم معناها بعد ما اغتصبتك وبتشكرني. الراجل روح شوف حالك بقى. There is the kid that impressed the hell out of me. نيجان يا اسطى الشخصيه دي عبقريه. انا ما اعرفش مين انت هتحط مين رقم واحد. ما دي بقى المفاجاه. الشخصيه دي اللي انا هتكلم عنها في رقم واحد في الغالب ممكن تلطني نطه كبيره. استنى انا مش قادر افتكر. انت ما قلتليش اصلا على الخمسه، بس انا مش فاكر مين. انت حطيت نيجان 2. خش على بعضه. قول الاونربل منشنز بتاعتك. ماشي. الاونربل منشن عندي طارق لطفي في كل اعماله اللي طلع في الشرير. بحبه والله. طارق لطفي لما بيطلع كان بيطلع جامد. هو مخيف شويه. ليه نبره كده ساره فاهم. لا لما بيطلع شرير كان بيعمل دور حلو. سمير سبوت احلى الاشهر متخلفه. انا حبيبك، انا سمير حبيبك يا نور. لا سمير سبوت كان عنده بعض برضه المشاهد الجوكريه. على ذكر الجوكر ما حطيناهوش في الحلقه دي، قصدي هنحطه في الثامبنيل عشان يجيب مشاهدات. تبا في الجوكر مش ناقص قرف بقى. طب لا لسه بتعالج من الجزء الثاني. الناس ما هي الناس فاصله بين هيث ليدجر لا وجوكر الجزء ماشي. بس انت كل ما هيجي فكره الجوكر الجزء الثاني اما هيجي كلمه جوكر في جزء تاني هيروح في الافق كده بيذكرني بذكريات. انا ما شفتوش. انا لحد دلوقتي الجوكر بالنسبه لي شخصيه حلوه. انا بهزر. ما انت ما تشوفوش بقى. ليه؟ ما تشوفوش والله فيلم وحش قوي. فلورد مش عارف ايه. بس انا عاجبني الجوكر. جوكر هيث ليدجر من اكتر الجوكر الناس بتحبها، او اكتر جوكر الناس بتحبه. عنده قدرات تمثيليه قويه، عنده فكره وجنون. فكره حلوه. ما اقدرش انكر حاجه زي كده. والجوكر اصلا في تمثيله وكل الكلام ده بعيد عن الافلام كمان. الجوكر في الميني سيريز كان جامد. بس الشخصيه حصل فيها حاجه لا اتمناها لألد اعدائي الصراحه، انها اتبهدلت. بس ده مش قرار الشخصيه. انا فاهم. ما هي الشخصيه اتعملت في فيلم تاني اللي هو سكويد جيم. لا كان اسمه ايه الفيلم يا ابني اللي كان طالع فيه الواد المتخلف كده اسمه ايه فرقة العداله. كانش تعرف فرقة العداله اللي هي سويسايد سكواد. سويسايد سكواد. والله كان بشع بس مش للدرجه. ما كانش حلو والناس كانت هاجمته. بس الناس برضو بتفصل بين هيث ليدجر وبين جوكر خواكين فينيكس. ماشي. بس وبين جوكر ده بتتكلم عن الجوكر. انا بص اولا الجوكر بمعنى او بشكل او باخر قتل احسن برضه. بس ماشي عشان كده حطيناه كمان في انك انت في خيال سيء سابوا الجزء ده. انا بجد الجزء الثاني ده انت عشان ما شفتوش. في انت خرجت كام يوم بس خرجت تشلف له. كان في اجانب قاعدين قدامنا والله العظيم. كنت بعد ما الفيلم خلص كنت عايز اروح ايه اللي انتم مقدمينه ده؟ يرضيكم ادخلكم فيلم السبكي ده؟ بيتضايق السبكي بيتضايق. احط ايد بس حاج. كنت بروح على حاجه. مين؟ عندي اونربل منشنز الاستاذ القدير نسيم باشا. لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اسكندرانيا. اللي ما يعرفش نسيم باشا انا
عبده المجنون. ده فين ده؟ نسيم اللي ما يعرفش بقى نسيم باشا طلعت وعبده زكريا المجنون. طلعت زكريا اللي ما جامد. يعرفش نسيم باشا وعبده المجنون ده اللي قال لو اكن مصريا لوددت ان اكون اسكندرانيا. وريهم بقى العرض الثانيه فين. انا بجد ما شفتش شرير ما فيش لاين قاله ما مش إفيه. ضحكش ما جابش كل لا سيبك من ضحك ولا ما ضحك، كل لاين افيه. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح؟ ولا مكياج؟ أنا بحب فيلم نوع وشك كده. ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح؟ ولا مكياج؟ قول لي مكياج ريحني. فيلم احلى افلام. الشخصيه دي بالنسبه لي جامده جدا. اعلى عضني واحد يهودي حقير حقير حقير. لا الفيلم فانا هوب دبل كيك شقلطته قدامي هو ما لقاش غير دي مسك فيه وهو عمال يعض وانا بقاتل الاف من الجنود. شخصيه عبقريه. خلينا برضه طلع له كذا ترند مش ترند واحد. طلعت ترندات كتير. جمله قالها مش فيه. يعني زيتنا في دقيقه دي طلعت قعدت غزو كامل مثلا 2015 16 مثلا غزو الفيسبوك دول بقلشوني. ودبل كيك وكل دبل كيك افيهات بتطلع ترندات مش بس افيهات عاديه. بحييك عامه على كل على اونربل مانشن. ضحك السرير يعني يا جماعه بجد. نقدر الكوميديا برضه يا جماعه. مفيش مشهد اتعمل ما قالش فيه افيهين ثلاثه ورا بعض. فاهم اللي هو ايه اللي في وشك ده؟ هجمه مرتده صح؟ سكت ولا مكياج؟ قول لي سنين يعني. ده كل ده في نفس المشهد. سكت وبعد كده قال له متخانق مع طماطمايه. هو ده الورق اللي لقيناه هناك. جرايد ورق جرايد وفي كمان ورق تواليت. وايه ده؟ ايه ده؟ متخانق مع فراولايه يالا. ثلاث افيهات على نفس الشكل. تمام اللي هو عارف يضرب ما بيلاقيش هو بيضرب بس. الكلام ده عارف اللي هو ايه اسمه ايه ده؟ الناس عارف اما بيبقى بيفكروا في كذا افيه وبعد كده يشطبوا ويختاروا احسن واحد فيه. لا ده بيختار كله سيلكت كده. المتخلفين بقى ثلاثه. ما قصدكش انت. حلو خش على اللي بعده. خش قول الاول. عبد الملك زرزور. راحت الكيس يا شيبه راحت الكيس. عدي ليه شوق في حاجه. ماشي. لا شخصيه بجد مكتوبه. شخصيه مكتوبه حلو. شخصيه اجنبيه شويه على فكره ما هياش شخصيه مصريه خالص. رغم ان البيئه نفسها اللي طالع منها بيئه بقى البيئه المتكحرته والناس المتبهدله وابراهيم الابيض. بس هو ككاركتر بيلدينج هو معمول على القالب الاجنبي ما هوش معمول بقى على القالب المصري هنجيبه يقعد يزعق شويه. كان على هادي خالص بيلعب على تون بسيط. عنده تعقيدات نفسيه واضحه في كلامه. عنده لزمات بصريه حتى مش بس لزمات كلام. هو عنده لزمات كلام بس عنده لزمات بصريه حلوه ومهمه. وعنده الحته بتاعت اهون عليك تهون عليا. يعني فاهم الحته دي؟ اهون عليك تهون عليا. ولما قالها الحوريه في الاخر اهون عليك تهوني عليا خلاص. انت اللي قتلت نفسك انا ما قتلتكيش. وفي كلام جرايه ابو الاصول هناخد صوره للذكرى. جدع جرأة حلوه مفيش كلام. لا هو عنده لاينات حلوه. الله يرحمه يروح ما بعد كراع. لا عنده وكمان فيجوالايزنج بتاع الشخصيه دي في الفيلم كله خطير. التقديمه حلو الكلام بتاعه حلو لايناته مثيره وامثله بالظبط. تك 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 بيدي على طول ما بيستناش. ولما بياخد فعل بيبقى قده. يعني هواش مثلا ما هواش بق هو شخصيه بق الزرازير رهيبين جدا. بس لما قتل خلاص هيقتل مش فارق معاه. لا انا شخصيه عبد الملك زرزور بالنسبه لي احسن اداء تمثيلي في مصر بقالي كتير قوي. لو عندك نخله هيجي لها يوم وفرحها تطول وتضايقك وتقطعها على طول. الشخصيه جامده. وبعدين اداء محمود عبد العزيز لا غبار عليه. اداء محمود عبد العزيز عامه يعني بص انا مش بشوفه احسن ممثل في مصر بس هو في الشخصيه دي عمل اداء تمثيلي هو مش احسن استثنائي ممثل في مصر بس من احسن مثلا من احسنهم طبعا. بس انا ما بحبوش في رأفت الهجان مع اني بحب رأفت الهجان. الجزء الاول في رأفت الهجان حلو جدا. هو ممثل تمثيله في رأفت الهجان جامد. بس يعني عبد الملك زرزور تمثيليا اتقل. بس هو عامل الشخصيه قوي مسكها قوي.
بس خد بالك رأفت الهجان من غيره ما يسواش. طبعا 100%. من غيره ومن غير يوسف شعبان. بس خلي بالك رأفت الهجان برضو شخصيه العدوانيه. تقوليش يا ديفيد، تقوليش من غيره ما يسواش، لان كمان اللي كان يعني في الجزء الاول كان ساندو يوسف شعبان بكل تاكيد، بس بعد كده اما يوسف شعبان مشي رغم انك انت حسيت بخلل ولكن برضو فضل ماسك. بس رأفت الهجان كان بيقفل شوارع يعني، الناس كانت بتقعد مستنياها. وبعدين انت محمود عبد العزيز عندك كيمي كيميكا وعندك بحب الكيت كات. عندك الكيت كات ايه؟ بحب الكيت كات وبحب الكيف اللي بحب الكيف. وعندك كيت كات بالنسبه لي برضه اداء تمثيلي عبقري. انت لما قلت الكيمي كيف فكرت الكيت كات، بس انا كده عارف ان هو كيمي ماشي. بس لا محمود عبد العزيز في الفيلم ده عامل اداء حلو، ولا عزاء لابنه كريم محمود عبد العزيز، لان هو كان زمان بيعمل افلام معفنه بس دلوقتي بدا يعمل افلام كويسه. ليه لا عزاء عشان بقى يعمل افلام كويس. هو بقى بيقلد ابوه شويه، مش حاسس بالحوار ده؟ بص هو عشان ملامح وكده فالدنيا برضه بتيجي، وبعدين لما بتبقى بتحتك بحد كتير بتاخد منه 100%. بس ابنه التاني ما بيعرفش يمثل بصراحه. بصراحه شفت له مسلسل اللي هو بتاع ايمان العاصي الاخير ده، شاشه وحش قوي. اللي بعده المهم الاول عندي. اول عندك انا عارفه. انا هاخد نفس عشان لغيت لك عليه كتير بس المره دي هرغي اكتر. اتفضل. المهم اول حاجه اي حاجه اقولها في الشخص ده تمام ليس تعاطفا معاه ولا اي حاجه عشان في مصايب جايه. انا نبهت هذا الشخص لا يمثلنا على الاطلاق عشان في بلاوي جايه. مين يا اسطى؟ خلينا احنا بننام بدري. المهم الرقم 1 عندي الا وهو سيودورو باجوي تيباج. ده بتاع بريزون بريك. اوكي. شرير بريزون بريك. بس غريبه، اختيار غريب. هتعرف ليه؟ قول لي ليه. انا متحمس اعرف. مبدئيا تيباج مسجون. ما هو كلهم مسجون بتهمه ايه بقى؟ تيباج قاتل، مغتصب اطفال، مغتصب كبار، مغتصب رجاله، مغتصب ستات. يعني مفيش حد جاي حوالينا. هي الحيوانات الوحيده اللي ما ربهاش وحتى دي مش متاكدين منها. هو ما لقاهاش بس ما اهتمش انه يروح البريه يعني. يتعامل هناك ولا كان عمل حاجه. ده بالنسبه لي اكتر شخصيه عبقريه وشريره شفتها في حياتي. ليه بقى؟ قول لي ليه. تمام. تيباج لا يتهاون في ان هو يعمل اغزر القرارات اللي شفتها في حياتك. تمام. هو بيعمل كل حاجه شريره، بيعمل كل حاجه قذره، بيعمل كل حاجه تخليك عمرك ما تفكر تتعاطف معاه. ومع ذلك ده اللي يخليه بالنسبه لي اول واحد حته الجرأه في الكتابه. مع ذلك كل مشهد مؤثر في بريزون بريك بيقوده تيباج. هو اسمه معناه شاي فعلا؟ ايه؟ كيس شاي؟ لا. عشان حاسس ان هو تيباج. اي مشهد دمر الكاريزما دي. بص رغم ان كل ده الشيطان يعني تيباج ده الشيطان. انت رغم كده ما قلتش حاجه في لوسيفر ليه؟ انت بتحب لوسيفر والحاجات دي؟ لا ما بحبش لوسيفر. بره منه خلاص. تمام. انا بحب مشاهد تمام انما هو مسلسل ما يتشافش. رغم ان بقول لك كل ده مفيش مشهد مؤثر في بريزون بريك ما بيقودهوش تيباج. حلو. ليه بقى؟ دي بالنسبه لي الجرأه والعبقريه. اما انا اجيب لك شخص مستحيل تتعاطف معاه ومع ذلك يبقى هو ماسك كل الحمل العاطفي في المسلسل. كل الحمل العاطفي في المسلسل تيباج. ازاي وهو شخصيه ما ينفعش تتعاطف معاها؟ قول لي بقى ازاي. دي بقى العبقريه. اقول لك ازاي. اصل انا ماشي في العراق. تيباج خلينا قبل ما نرجع للماضي بتاعه. تيباج يا اسطى عنده قوه مع الاشياء الحاده وقوه عقل وقوه تصرف اعلى حاجه. يعني يعرف هو بدنيا مش قوي بس بيعرف يخرج من انيل حاجه. حلو. الراجل ده كان هو هربان في واحده اسمه ايه ده كانت هي شافت الاعلان من ظهره فهو بص كده واكتشف ان هي شافت الاعلان وعرفت ان هو متورط. في مسافه ما بينه وما بينها يعني مسافه كده تسمح لها ان هي تجري. اشرح. تمام. تسمح لها ان هي تجري وفي ما بينهم مكتب يعني تسمح لها ان هي تجري اكتر. الست دي ماتت من غير ما المكتب ورقه من عليه تتبقى. ازاي بقى؟ شوف كم الدقه والسرعه اللي هو يا اسطى سريع جدا.
الراجل ده مش اوفر باور. لا هو منطقي يعني. جينات. اوكي. ما في استخدام الاشياء الحاده وكده هو سريع جدا. نايس. في اسمه ايه ده، في غير كده في واحد كان هو خاطف تي باج، تمام، واسمه ايه ده، وزنقه وبيهدده ومش عارف ايه وحواليه رجالته. تي باج شله رقبته وهو وسط رجالته. في كميه حاجات بيعملها انا ايه ده الله يخرب بيتك. في واحده قتلها وهو عناصر الامن المركزي موجوده وموجوده قدامه. يس هو اول ما بيغيبب خلاص ما بيشوفش قدامه. لو مين قدامي هتموت. ليه بقى تمام، او ازاي هو شخصيه شريره تمام. خلينا اول ما شفت المشهد في المسلسل. ما شفت المشهد في المسلسل. بس انت فاكر مشهد الانفجار؟ فاكر. في دماغك على طول مش ممكن تنساه؟ لا مش ممكن انساه. يا ابني يا عم عارف زيب وسيبني بقى. عارف لما كان طالع مع وائل الابراشي وخدوك وقالوا لك خدوني وقالوا لي عملت كذا كذا. ازاي اسمه ايه ده، هو شخصيه شيطان كده وبيغتصب رجاله واطفال وستات وكل الكلام ده وقاتل، وانت وكل المشاهد الحمل العاطفي عليه هو. ازاي كاتب اصلا يعمل كده؟ مش قرار جريء جدا. ما هو ده بقى اللي بقوله لك، عشان كده هو برقم واحد عندي ان هو اجرأ من نيجان بكتير. هو قرار جريء من الكاتب حتى، مش قرار جريء منه هو، مش فضل في حاجه زي كده. بس هو قبل الشخصيه كممثل يعني. ما اعرفش مين الممثل. واحد اسمه روبرت نيبر. نحط صوته. كان قال لك ايه الراجل ده، انا بتعود بحب اشوف اللقاءات الممثلين بيتكلموا فيها عن الشخصيه اللي هم بيلعبوا. بحب اشوف شغفه بالكلام عن الشخصيه. اول حاجه شفتها كانت للحاجات دي كانت سنيب، وكان ألان ريكمان وهو بيتكلم عن سنيب. سنيب عبقري. وبعد كده عجبني سنيب مع انه شرير يعني. العبقريه ان روبرت نيبر كان بيقول لك ايه اسمه ايه ده، انا كنت دايما، هو كان يا اسطى بيطلع مشهد ولا حاجه في الافلام شخصيه مش معروفه يعني. انا كنت دايما لما حد بيسالني انت بتشتغل ايه وبقول له ممثل، بيقول لي قول لي 5 حاجات عملتها، واقول له ما يفهمش، فانا ابقى زي الكلب واحاول اقول له حاجات تانية ومش عارف ايه وما يفهم. جيب ريزون بريك حتى وفرق عن الناس. تمام. قال لك اسمه ايه ده، قال لك اسمه ايه ده، no doubt it's a monster but it is an iconic monster. نرجع بقى ليه انت تتعاطف مع الشخص زي ده؟ ليه بقى؟ تي باج ترجع لي في ماضيه بقى. تي باج نتيجة تزاوج ابوه من عمته. عمته كانت عندها اسمه ايه ده، عمته كانت عندها متلازمة داون. فابوه كان بيغتصبها. تمام. بعد ما هي تقريبا ماتت وهي بتخلفه او حاجه زي كده، فابوه بقى بيغتصبه هو. تمام. لحد ما كبر وكل الكلام ده وابوه بيغتصبه. تمام. دي تنزل عادي يعني. ايه القرف ده صاحبي؟ كان اقول لك والله، كان بيقول لواحده، كان واحده بيحاول يتغير عشانها ومش عارف ايه، وهي عرفت ان هو شرير فهي مش عايزه. كان بيقول لها انا اخر نسل، انا ما بخلفش، وانا اخر نسل من اسمه ايه ده، من قبيله الشياطين. الارض تشكر الله عشان مش هتشوفنا تاني. The last in the line of Bagwells, the tail end of a corrupted breed. The earth, thank God, shall see no more of our generation. انت متخيل يا اسطى، هو ما عندوش ذره احترام لعيلته ولا نفسه. هو عارف ان هو فاهم الارض تشكر الله ان هي مش هتشوف اشكالنا تاني. ومع ذلك بيقول لها انا عايز اتغير. تمام. وهو كان صادق في الموضوع ده. تمام. وهي قالت له لا ومش عارف ايه، فقعد يهددها تقبليني ومش عارف ايه، لا اما اسمه ايه ده هقتلك ومش عارف ايه. مفيش فايده والكلام ده. استنى بس. بعد كده فهي قالت له مش هقبلك ومش عارف ايه، فقام حبسهم. حلو. وانت بقى مستظهر تشوفهم وتشوفوا اسمه ايه ده هيقتلهم. طلع بره وقعد يعيط واتصل بالبوليس يجي يلحقه ومشي. الشخصيه دي يسطا عليها حمل عاطفي ابن جزمه. الشخصيه دي يسطا كل ما يحاول، هو ذكي جدا،
كل ما يحاول ضحيه مجتمع او عيله هو ضحيه حاجات كتير، بس هو اصبح شيطان. طبعا هو ما ينفعش تتعاطف معاه. مش هتعاطف معاه. تمام. الفكره ولا الفكره الفكره هو كان بيقول لك ايه اسمه ايه ده، نسيتني يخرب بيتك. معلش انت قلت لي قاطعني كتير. مش هنا. الراجل ده زي ما بقول لك هو ذكي، كل ما بيحاول يبقى طيب ويعمل حاجه كويسه يلبس خازوق اعلى من اللي قبله، والشخص اللي عمل فيه حاجه كويسه ده يغدر بيه. فهو كل اشارات العالم انت ما ينفعش تبقى كويس. يا اسطى كان تايه هو في الصحراء ومش عارف ايه، وبقاله كام يوم ما اكلش هو وصاحبه ومش عارف ايه، اسمه ايه ده، فبيقول له معلش نكمل وهنوصل ومش عارف. فاسمه ايه، فصاحبه قال له طب تعالى نريح شويه ومش عارف ايه، فالتاني ريح وغمض عينيه كده، لقى صاحبه واقف بشومه على دماغه وبيقول له اسمه ايه ده انا لازم اقتلك عشان اكلك انا جعان. طب يلا هترجعونا للشقاوة. تعالى اروح امك. تعالى انا اوريك. قيس على كده بقى كل الحاجات، الكلام ده حصل كتير قوي اكتر من مره، فاهم؟ اللي هو كل ما يحاول يبقى طيب المجتمع مش قابله وبيتغدر بيه وي وي وي. تمام. فانا الشخصيه دي فيها كل حاجه، فيها الوحش وفيها الحلو بس قليل وفيها مش عارف ايه. في حلو بس قليل غير كده جدا. قليل جدا. نادر. اسمه ايه ده، كان في مره واحد اسمه ايه ده كان عايز ينتقم منه فقتل ابن اخوه. شوف مشهده وهو بيعيط. اوكي. حوار يا اسطى. الفكره انت الشخصيه زي دي هتاثر بيها وهي بتعيط ليه؟ بس الممثل عبقري. ماشي. غير كده بقى خفه دم رهيبه. كان في مره قافلين عليهم في السجن التكييف. تمام. التكييف في السجن. المهم قافلين عليهم التكييف في السجن، فالجو بقى كاتم وحر قوي. حر قوي. فاسمه ايه ده، فعمال يقول لك فاسمه ايه ده، فقال للراجل اللي هو المسؤول عن السجن اسمه ايه ده احنا مش هنتحرك غير اما تشغل مش عارف ايه. فاسمه ايه ده، فالراجل بيقول له it is not that hot. تمام. فاسمه ايه ده، فقال له not that hot when this man، شاور على واحد اغمق مني عشان بس تتخيل، when this man is woke up this morning he was white. Not that hot. When this guy woke up this morning, he was white. والله حرق يا عيني. نزعت. عبقري. غير كده بقى الشخصية دي بص هي بتعمل كل حاجة شريرة بس انت شايف خلفيتها بشكل او باخر، فقادر تفهم. غير كده في حاجة كنت قريت عنها في انك انت لما تيجي تكتب شخصية ما تحاولش اسمه ايه ده تتعامل كأنك هي، حاول تخش جوه دماغها. تيبك في مرة عايز يبقى طيب، كان خلاص بقى قرر يبقى طيب ومش عارف ايه، مرة 12 كده 12 اسمه ايه ده، فجات له حاجة هو مضطر يعمل يبقى شرير لفعل خير. تمام. فعايز يكلم ربنا. تيبك عمل ايه بقى عشان يكلم ربنا؟ والله بجد ودي حاجة عبقرية بالنسبة للشخصية. عشان نفسه عمل لا فتح ريكورد والله. عبس. والله فتح ريكورد. عبس والله. ببعت لك المشهد ده. انت بتعمل ايه يا رب؟ ايه ده؟ عبس. فالشخصية دي فاهم بتعمل حاجات غريبة قوي، ومع ذلك انت كالشخصية دي كمنتال انت قضيت معاها وقت فهي تعمل كده فعلا. هو ضايع خالص. هو ضايع خالص. ضايع بس he's an iconic monster. Yes I got you. حلو. فعشان كده بقول لك هو رقم واحد بالنسبة لي. حلو كده خلصنا الخمسة. ده كان وقتنا. شكرا ده كان وقتي. اختم. ايه؟ خش يا باشا كلم الناس واختم. انا اي ما اشرب حاجه. ضيفوا لنا اشراركم المفضلين هنا وهنا وهنا وهنا. ما تحكموش علينا اللي فاتت. تحكموش علينا. عادي في ناس بتحب الاشرار. بس وده كان وقتنا ودم دم دم دم. الى اللقاء.